هنسمع مع بعض بقى يا دكتورة المقطع ده وتقولي لي نعمل ايه ان شاء الله. وتذكرت تسبيح يونس حينما كان في جوف جدي الذي ساقته الأمواج إلى هذه السفينة التي تتخبط في عرض البحر، شعوره بالشفقة والحنان لهذه السفينة. لا يعرف لما كان يريد لهذه السفينة النجاة. أرادها أن تستقر وترسو على الأمواج وأن تصل بسلام. لم يتبعها وهو مشفق عليها، لم يشعر بالحنو تجاهها، كأن إرادة الملك هي التي تجعله يلزمها. ثم وجد إنسانا يلقي بنفسه منها، أمره الله أن يفتح فاه ويكون جوفه له سكنا ومأوى. وقتها لم يكن يعلم جدي الأكبر أن هذا سيدنا يونس عليه السلام، ولكن بعدها عرف، وعرفنا جميعا القصة كلها، وتناقلتها الأجيال. نعم، ولم لا تتناقلها؟ لقد كان هذا لنا شرفا وعزا، وازدادت قلوبنا رفقا وحبا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. إن علاقتنا مع بني البشر قائمة على القتال. أي منا يجد الآخر يفتك به؟ إذا وجدنا الإنسان يقتلنا، وكذا نحن وأسماك القرش نأكل لحوم البشر. ولكن بالشفقة نأكل لحوم البشر. ولكن لا إله